حاجتين. ثم تعرف انك تلتقي معاه في برنامجك العام ومش تاخذ معاه السلطه، هذه حاجه. وثم السياسه فيها اللي تسمى الحوايج المباشره، تكتيك انا وياك نواجهوا في حاجه وعندنا رغبه في حاجه اللي تتماشى مع مصالح الشعب التونسي. هدف موحد معناها. هدف موحد اللي كانت حريه التعبير، حريه التنظم والعفو والتشريع العام في المواجهه معنا نتعبنا عليه. بطبيعه الحال احنا وقت اللي كنا هذيك تجمعنا، وديما نحب نوضح مش النهضه بركه وانما احزاب اخرى في 18 اكتوبر. ففي نفس الوقت رانا ما كناش متفقين على الباقي ومتحالفين على الباقي، كنا نختلفوا وكنا نتصارع. المساله الثانيه هي بعد 14 جانفي. بعد 14 جانفي نحب نوضح حاجه توا. اللي يتحدثوا مثلا يقولوا حزب العمال متحالف مع حركه النهضه، مش صحيح. هنا نعطيك، خاطر انا نفهم السياسه، راي السياسه حاجه ملموسه. حركه النهضه اليوم وين موجوده؟ في الهيئه العليا. هاي موجوده في الهيئه العليا مع الحزب الديمقراطي ومع التجديد ومع المستقلين ومع جمعيه النساء الديمقراطيات. علاش ديما يقولوا اللي حزب العمال الشيوعي التونسي هو متحالف مع النهضه، ما قالوش حزب اخر. سامحني، ها مش نقول لك حاجه، هاو الاطراف هذه اللي تقول حزب العمال متحالف، هم متفقين هم وحركه النهضه في تاريخ الانتخابات 24 جويليا ويهاجموا فينا نحن. احنا خارج الهيئه واحنا مع تاجيل الانتخابات، ومع ذلك يروجوا في الشيء هذا. في الحقيقه علاش يروجوا في الشيء هذا؟ ثم مساله اللي كونوا يحبوا يخوفوا، لان حزب العمال مواقفه واضحه مع الشعب، مع الكادحين، مع النساء، مع الشباب، مواقفه واضحه. عمره ما حزب العمال عمل السياسه من وراء الظهر باش يخوفوا جزء من شباب تونس. شباب تونس اللي عنده خوف حقيقي من حركه النهضه ومن الحركه معناها الاسلاميه. واحنا لهنا ما بين قوسين احنا رانا نتابع وممارسات حركه النهضه في المجالس المحليه والجهويه للثوره، في مساله المساجد، في كل هالقضايا هذه ما ناس ساكتين عليها وقاعدين معناها نواجهوا فيها. ولكن ثم ناس باش يخوفوا شباب تونس من حزب العمال اللي هو مواقفه واضحه وجليه، باش يخوفوه يروجوا في الاشاعات هذه اللي ردوا بالكم راهو متحالف على النهضه. وثم اطراف تروج في الشيء هذه وهي تخدم حركه النهضه في الهيئه العليا. استاذ حامد، ثم اطراف زادت تروج اللي حزب العمال الشيوعي هو وراء الدعوه والتحريض على الاعتصامات على بث الفوضى. هاني جايك. ثم جماعه اخرين اش يجوا يعملوا، ولهنا فهم البوليس السياسي وفهم التجمعين. صار عنف في شارع بورقيبه راهو حزب العمال وراه. صارت عركه بين القبائل في قفصه راهو حزب العمال وراه. علاش؟ صار هذه علاش؟ هذه نقول لك ديما راهي في الثورات هالقوى هذه ما تحبش تواجه حزب العمال على مواقفه، ما يحبوش يناقشوا معنا برنامجنا الاقتصادي والاجتماعي وبرنامجنا السياسي، لا يحبوا يخرجوا علينا الاشاعات والاكاذيب، واحنا رانا متعودين بها من وقت بن علي. الحاجه الاخرى نحب نقول لك ثم جماعه اخرين قاعدين يروجوا توا مرات لحد توصل للمهازل، يا اما عنف يا اما متحالفين مع النهضه، يا اما راهو الحزب هذايا تو من جهه تقولوا متحالفين مع حركه النهضه، ومن جهه اخرى مثلا يروجوا راهو الحزب هذايا راهو نتاع كفر. والدليل على ذلك وصلوا حتى المهازل حمى راهو كان اسمه محمد وبدل اسمه حمى. اشياء هذا مشروع قاعدين يستعملونا في الدين والاخلاق، يستعملونا في العنف، ومرات عندهم حاجه اخرى زاد يجوا يقولوا ردوا بالكم مره نقص كان مش يقولوا راهم اشتراكيين مش يفكوا لكم تبشكم قضيه الملكيه باش يخوفوا الفلاح الصغير، باش يخوفوا الراس مال الوطني. اذا هذه راهي نوع تاع دعايه سياسيه تعمل فيها القوى المعاديه للثوره ضد حزب العمال، لان حزب العمال مواقفه واضحه وهو دليل انهم عاجزين. نحب نقول كلمه في علاقه بمساله الدين لهنا. علاش حزب العمال بالذات؟ علاش مش احزاب اخرى؟ تعرفيش لا سامحني، ثم حملات ضد حزب العمال، ولكن زاد ثم حملات ضد احزاب اخرى راهو. وكل حزب شنو نوعيه القوى المعاديه للثوره، كل حزب شنو نوعيه التهم اللي يحاولوا يواجهوا له. شكرا، انتم عاملين حمله عليكم. سامحني نحب نكمل حاجه لهنا، سامحني نحب نكمل مشكله الدين هنا جبدها شكري، اللي هي بالفعل المعركه ما بيننا نحن وحركه النهضه، وكذلك ما بين حزب التحرير او مثلا حتى مع الحزب الديمقراطي والحركه والاحزاب الاخرى والتجمع. في الحقيقه راهي ما هيش معركه ايديولوجيه. حاولنا قعدنا في المعارك وقعدنا في الاختلافات، فاش تستنوا باش تقدموا برنامجكم؟ باهي بشويه، لا نحن قاعدين لهنا سامحني توا انت راكي اثرتي السؤال هذا، ولكن احنا في حزب العمال ماناش قاعدين عاطين قيمه للهجومات علينا، بل بالعكس قاعدين
ننقدوا ولكن قاعدين نقدموا في البرنامج نتاعنا مثلا بشكل واضح. احنا نحبوا هالاطراف اللي تروج يجوا يناقشونا في النظام السياسي المستقبلي لتونس. احنا طارحين نظام برلماني، احنا طارحين جمهوريه ديمقراطيه برلمانيه نابعه من الشعب وفي خدمه الشعب وتضمن حريه الشعب واكثر من هكا تضمن حقوق الشعب. احنا طارحين رؤيه اقتصاديه لخصها في كلمتين. احنا مثلا طارحين تاميم الخيرات الاساسيه نتاع تونس. احنا بالنسبه لنا الماء ما يتباعش والماء ما يتخصصش والصحه ما تخصصش والضوء ما يتخصصش والفوسفات ما يتخصصش. احنا مثلا هذه مع تاميمها. اجى ناقشني في هذا، اجى ناقشني مثلا في مساله احنا نقولوا احنا مع الصحه المجانيه، مع التعليم المجاني، احنا مع السكن اللائق لكافه معناها ابناء معناها الشعب، احنا مع حق الشغل لكافه ابناء الشعب، احنا مع المساواه الفعليه ما بين المراه والرجل، مش مساواه في القانون بركه وانما مساواه في غير. احنا مثلا بالوضوح التام، احنا مثلا مع انه القضاء على كل ما من شانه توا في تونس، لان سامحني ما ثمش كان ازمه سياسيه وازمه اقتصاديه، ثم ازمه اخلاقيه في تونس. التونسي تحت الديكتاتوريه انتشرت الوشايه، وواحد ما عادش ينجم يخرج، امراه وما عادش تنجم تخرج مع اخوها فهمتي للشارع، انتشرت الانانيه، عندنا ازمه اخلاقيه. هات نناقشوا. احنا نشوفوا انه اذا التونسي كي تعطيه الحريه وتعطيه الكرامه وتوفر العداله الاجتماعيه، اخلاق وتولي اخلاق معناها اخرى. هات نناقشوا. احنا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، احنا مع وحده عربيه تجمع مثلا. نرجعوا نحكيوا على المكاسب باش نقدموا شويه بالحوار. لا مش قضيه مكاسب وانما مش مكاسب